السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل القرص الجميله دي قرص الفلاح الطريه. بكيلو دقيق عملت 42 قرصه. الطبق اللي قدامكم ده كله 42 قرصه عملتهم بكيلو دقيق بس. ويلا معانا نخش على المقادير سوا. مقادير: عندي زبادي كوبايه زبادي، عندي لبن بودره 3 معالق، عندي بيكنج باودر معلقه، عندي معلقه وربع خميره، عندي سكر معلقه، عندي معلقه ملح. وهبتدي معاكم على طول. هحط اللبن، خميره، بيكنج باودر، سكر، ملح. خلاص، هقلب الحاجه دي مع بعضيها عشان تختلط كويس. وبعدين هبتدي احط الزبده. عندي بقى مقادير الزبده دي: كوبايه زبده. هوقف ده. حط دي كوبايه زبده بلدي. ولو ما عنديش زبده بحط قشطه اللبن، وما عندناش قشطه اللبن بنحط اي نوع سمنه سايحه من عندنا. يعني عندك سمنه سايحه بتحطي سمنه سايحه. على فكره ده كيلو دقيق. ابتدي اقلب كده. هقلب الزبده والدقيق مع بعض شويه، ومعاهم الملح، خميره، السكر، البيكنج باودر. كل ده هقلبه لغايه ما احس ان العجينه الدقيق بقى رملي كده. هتشوفوه دلوقتي. اول ما يبتدي يبقى رملي كده بحط له كوبايه زبادي. وابتدي برضو اعمل ايه؟ ابتدي ادي اللبن شويه بشويه كده. اللبن ده كوبايه وربع كده او كوبايه. احنا هنعمل كوبايه ونص بس على حسب العجينه. يعني على العجينه تاخد قد ايه، ممكن تاخد اكتر، ممكن تاخد اقل. هزود سرعه المضرب العجان، اقلل شويه عشان ادي بقيه اللبن. انا عايزه عجينه تبقى مش بتلزق، يعني تبقى مظبوطه كده في القوام بتاعها. اضربها بقى لغايه ما تلم معايا. هقفل واشوف العجينه محتاجه ميه تاني. يعني محتاجه حاجه بسيطه كده، يعني عشان بس الم العجينه. وابتدي ضرب تاني. بس في الاول كده وانا حاطه لسه ميه اضرب بالراحه عشان ايه ما نبهدلش الدنيا، يعني لغايه ما العجينه تلف في العجان كويس. هنلم العجينه بعد كده هوريكم هنعمل ايه. هضربها كويس. خلاص، بصوا العجينه حلوه ازاي. انا عايزاها كده بالظبط. طيب احنا حطينا ايه بقى في الاول؟ حطينا كيلو دقيق، حطينا معلقه وربع تقريبا خميره، وما قلبتهاش في لبن، انا حطيتها في الدقيق نفسه. وحطيت معلقه الا ربع ملح تقريبا، وبيكنج باودر معلقه، وسكر معلقتين، واديتها لبن بودره كمان، واديتها كوبايه زبده. المكونات دي كلها على كيلو دقيق واحد. دي الفها كده شويه بشويه كده اهو. ادخل فيها هواء من كل ناحيه علشان العجينه دي لما تخدميها كويس في التشكيل بتاعها وفي العجن بتاعها بتطلع جميله جدا. والقرص دي بقى من الحاجات اللي العيال بيحبوها قوي الصبح في الفطار. يعني بيبقوا مبسوطين بيها. بصوا يا جماعه عامله ازاي. بصوا العجينه كلها حلوه ازاي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هاخد العجينه دي كده اهو كده واحطها بالطريقه دي، وهغطيها علشان اريح العجينه شويه. خلاص، هنريح العجينه شويه. انا هريحها كده 10 دقايق وابتدي بعد كده اشكلها. وهنا بقى بعد العجينه ما خمرت وهنبتدي ناخد قطع منها قد البيضه كده. هبتدي بقى ايه؟ اقطع العجينه على قد التشكيل اللي انا عايزاه،
وعلى قد القرصه اللي انا عايزاها. شايفين معايا؟ الفها كده معايا بالطريقه دي. يا جماعه القرص دي بتبقى طعمها حلو قوي قوي قوي، وخصوصا ان انا مزوده فيها الحاجات اللي تخليها حلوه. زي ايه؟ زي اللبن البودره، زي الزبده، وحاطه نوعين زبده على فكره، زبده صفراء بتاعه البقري، والزبده الجاموسي البيضه. وبعدين البيكنج باودر بيعمل ايه؟ بيخلي الحاجه خفيفه. يعني احنا بنحط خميره بس، وبنحط بيكنج باودر كمان عشان نخليها نفس القرصه تبقى خفيفه. انا هقطع يعني اقطعها كلها كده، وبعدين هقول لكم اعمل ايه بعد كده. انا بقطعها كده. عايزه اقول لكم بقى حاجه، القرص دي اصلا فلاحي. دي القرص الفلاحي اللي بتتعمل، اللي ست البيت في الارياف اما بيجي العيد الفطر تبتدي تعمل القرص دي عشان يفطروا بيها مع الكحك والبسكوت. مثلا عندها اطفال ما بيحبوش الكحك والبسكوت، ياكلوا الحاجات دي. مثلا عايزه تعمل على فكره باتيه اللي هو بالجبنه، ممكن نعمل من عجينه القرص دي نفس الحكايه. انا بلفها كده اهوت، بحطهم كده عشان انا بريح القرص دي، ريحها ان هي لما اجي ابططها تتبطط معايا بكل سهوله. هبقى اعمل لكم فيديو تاني ان شاء الله برضو بنفس العجينه، ونطلع من نفس العجينه دي افكار جميله جدا جدا غير القرص، لان عجينه القرص دي عجينه حلوه جدا وبتنفع في كذا نوع. يعني مثلا عندك جبنه موتزاريلا هتجيبيها وتجيبي معاها حته جبنه براميلي وتقلبيهم في بعض وتحشيها، تحشي القرص دي بنفس الطريقه دي، جبنه شويه زيتون. تبص تلاقي بقى ايه، ولادك دول مبسوطين بالحاجه اللي انت بتعمليها في البيت. يعني 3/4 الاولاد دايما يبصوا لحاجه بره، لا احنا ممكن نحببهم في كل حاجه. ولو عندك اطفال صغيره يا سلام بقى لو توقفيهم معاكي في المطبخ وتخليهم يشتركوا معاكي في عمايل الحاجات دي. يعني انا ولادي وهم صغيرين كنت بوقفهم معايا، حقيقي ما حدش فيهم طلع بيعرف يعمل حاجه بس يعني كانت بتبقى فرحه. نيجي نعمل كحك العيد، امسكهم كل واحد منقاش، وكانوا يقعدوا يعملوا معايا الكحك والحاجات دي. هي بتبقى جميله جدا جدا جدا، واللمه في الحاجات دي بتبقى حلوه قوي. كيلو دقيق بقى شوفوا هيطلع لنا قد ايه قرص. لو انا بجيبها جاهزه هتكلفني قد ايه؟ على فكره ممكن تكلفني اقل، بس مش هتبقى القرص حلوه كده ولا طعمها جميل كده. وبعدين احنا عاملين بسمنه طبيعي، عاملين بلبن طبيعي، عاملين بحاجات كلها معروفه انها طبيعيه. طيب معلش، يعني كل الافران وكل اللي بيعملوه في الاسواق دي كلها بسمن مش طبيعي وزيوت مش طبيعيه. فيعني انا استسهل اجيب قرص من بره، بس ولادي مش هيحبوها، عمرها ما هتبقى حلوه زي دي. جربوا بس الطريقه بتاعتي وانتوا تشوفوا انها هتعجبكم جدا وتعملوا زيها بالظبط لو مشيتوا بالخطوات اللي انا عملتها. زبده بلدي، حاجات كلها طبيعيه. على فكره كمان مش كل الناس على فكره بيحطوا زبادي، بس انا حطيت زبادي عشان القرص دي تطلع طريه، لان انا ما بحبش القرص تبقى ناشفه. ناشفه يعني انا عامله منين، ما ينفعش. القرص الطريه دي بتبقى غير المنين والحاجات دي. احنا يعني بنقطع القرص دلوقتي اهو بالطريقه دي. ليه انا بقطعها كده؟ ما انا اقدر ان انا وانا بعملها كده ابططها على طول واحطها في الصينيه، لا مش هينفع. ليه؟ عشان هي لازم ترتاح لما اجي اعملها ابططها، تبص تلاقيها اتبططت بسهوله وما بقتش بقى ايه فيها حتت مفتحه، تبقى القرص كده شكلها حلو. خلاص قربنا نخلص الكميه اللي احنا عايزينها. انا بعملها كده عشان تلم تبقى كوره حلوه كده ومظبوطه. بقى كده ما تنسونيش في لايك
وشير واشتراك في القناة، وتقولوا لي ايه رأيكم في الحاجات اللي بعملها، اللي جرب طريقتي يقول لي جربتها وعجبتني، او لو مثلا في مشكلة في التجربة، لان في ساعات انا بشوف حاجات بتتقدم ولما كنت باجي انفذها الاقيها مش زي ما هم قالوا عليها. احنا خلاص فاضل لنا واحدة اهي خلاص. طيب هنبتدي بقى نبطط دلوقتي. هبتدي منين؟ هبتدي من اول واحدة عملتها كده، وما بفردهاش قوي علشان احنا ما بنحبش القرص. لو القرص اتعملت رفيعة قوي ما بتبقاش كويسة، بتبقى ناشفة، لكن هي طول ما هي فيها سمك دي بتبقى كويسة. مش هتاخد مننا حاجة اهي. طبعا ليه ما بتاخدش؟ علشان انا ريحت العجينة لما عملتها بطريقة الكور دي. ايه رأيكم بقى؟ شوفوا ورا بعضه على طول، مش هتاخد مني اي حاجة اهو. وبعدين بصوا انا ما فكرش يعني واحدة تطلع كبيرة واحدة تطلع صغيرة، تطلع زي ما تطلع، المهم ان انا عاملة حاجة حلوة. وبعدين على فكرة انا بخمرها لسه تاني، يعني هي ده مش التخمير النهائي. ما تاخدش اي حاجة معايا ازاي. انا هنا يا جماعة كانت الفيديو فصل مني، فدلوقتي هنبتدي في الصينية التانية. فاضل بس كذا واحدة خلاص. انا هحطهم في الفرن، يعني هحطهم في حتة دافية يخمروا. طبعا وهم بيتخمروا لازم ان انا اغطيهم، لازم ان انا اغطي عشان التخمير يبقى كويس. وهنا القرص بعد ما خمرت انا المفروض هدخلها بقى الفرن. الفرن لازم يكون سخن، ويعني انا مشغلاه من قبل مثلا ما احط دي ب10 دقايق، يكون سخن على درجه عاليه. هعمل ايه بقى في القرص دي دلوقتي؟ بصوا هي خمرت ازاي. بصوا هعمل بالشوكه كده 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 كده. ليه بعملها كده؟ عشان تبقى فيها تهويه، لانها لو اتنفخت هتبقى مش كويسه، لكن كده هتبقى مظبوطه. وانا لسه كمان هوريها لكم لما تطلع طبعا من الفرن. شوكه بس كده بسيطه يعني. دخلها الفرن واوريها لكم لما تطلع، ونحطها في النص، يعني هيبقى عندي الصاج بتاع الفرن في النص. العجينه تحفه جدا، خمرانه حلوه قوي. لو كل المقادير مظبوطه زي ما انا عاملاها هتطلع بالطريقه اللي انت شايفاها دي. عيالك هيحبوها قوي قوي قوي. بتبقي عملتي حاجه نظيفه بقى في البيت، ولا جبتيها بسعر غالي ولا مش عارفه ايه. هوريها لكم لما تطلع. وهنا نكون خلصنا القرص الجميله دي. وما تنسونيش في لايك واشتراك بالقناه وشير. شكرا.